السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل غدا حلو جدا. هنعمل محشي الكرنب اللي انتوا شايفينه دوت، وهنعمل بتنجان وفلفل في الطاجن مستوي كده ومكرمل، وريحته وطعمه حكاية. جربوا يا جماعة الطريقة دي، هتعجبكم جدا وهتعتمدوها. شايفين بقى الفراخ المشوية مستوية ودايبة كده وطعمها حلو جدا. ايه رأيكم بقى؟ اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش اللايك من اول الفيديو، بفكركم بيه علشان تملي بتنسوه. اللايك ده على فكره ببلاش، مش بفلوس خالص، مش هيكلفكم اي حاجه ولا هينقص من الباقه حاجه. ما تخافوش على الباقه يعني يا بخله. لو انت اول بقى مره بتشوفيني، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل علشان تشوفي كل فيديوهاتي. يلا بينا بقى نسمي الله ونبتدي يومنا. انا قمت زي ما انتوا شفتوا كده، لقيت اطباق في الحوض، يعني هي مش كتير بس يعني ايه، حبيت اروق الحوض كده علشان اعرف اظبط الدنيا. وابتديت بقى باللبانه، غسلتها كويس جدا وشطفتها وحطيت اللبن على النار وانا واقفه براقبه كده. شطفت بقى الحوض زي ما انتم شايفين كده، وطلعت الفراخ كنت مطلعاها من بالليل، حطها على الرف، طلعتها بالشكل ده وفكتها، اتفكت بكل سهوله. هعمل لها بقى كده ثقوب بالسكينه زي ما انتم شفتوا، وابتدي بقى ايه احضر التتبيله بتاعتي. بصلتين كبار اقطعهم بالشكل ده كده في الكبه، وعليهم قرنين شطه، ولا مش حابه الشطه مفيش اي مشكله. وتلات اربع طماطم، تلات اربع طماطم او قوطه زي ما انتوا بتسموه، وملح وفلفل ونص معلقه سكر، مش اكتر من كده، وشويه زيت علشان تلمع كده وتديني لون حلو. هتبل بقى الفراخ كويس جدا بالشكل ده، واركنها على جنب كده. واشوف بقى الكرنب بتاعي. طبعا انا بشطف الكرنب يا جماعه من قبل ما اسلقه يعني. طبعا الميه اول ما بتغلي بحط ملح وفلفل ملح وزيت، وبنزل بقى بالكرنبايه على وشها، واول ما بتدبل بقلبها الناحيه التانية وابتدي اطلعها. تمام. بصوا بقى الخلطه بتاعتي انا كنت مجهزاها من قبلها، مدبله البصل ونزلت بالهريسه والطماطم لغايه ما اتسبكت. هحط بقى البهارات بتاعتي. الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، مش هديها غلوه، يدوبك بس كده الصينيه بتاعتي تسخن علشان اول ما ادخلها الفرن تغلي على طول وما تاخدش وقت في السوا. وطبعا بغطيها بورق فويل يا جماعه قبل ما ادخلها علشان تطلع دايبه زي ما انتوا شفتوها كده ومستويه جدا. تمام. عندي بقى البتنجان والفلفل، البتنجان مقوراه هغسله، والفلفل كده فتحه واشطفه برضو بالشكل ده. هجيب بقى الخلطه بتاعتي اغسل عليها الرز كده وانزله عليها. طبعا انا حطيت كمون وكزبره وملح وفلفل، مش اكتر من كده. هقلب بقى الخلطه كويس جدا. هحس انها محتاجه صلصه هحط، مش محتاجه تمام، بس انا حسيت هنا اني محتاجه معلقه واحده صلصه. حطيت لها معلقه صلصه كبيره وشويه زيت، وقلبت كويس، وابتديت بقى ان انا احشي واحط في الطاجن اللي انتوا شايفينه ورا ده كده. انا حشيته، شفتوا بسرعه الصاروخ. هحط عليه نص كوبايه من الشوربه، حط لها طبعا الملح بتاعها، واغطيه بقى بورق زبده وبعدين ورق فويل، وادخله الفرن بقى مع الفراخ. طبعا الفراخ متغطيه برضو بالورق الفويل يا جماعه علشان قلت لكم تستوي. خلاص لما الفراخ بتستوي كويس جدا معايا، بشيل ورق الفويل وبشغل الشوايه. طبعا بديها طبعا صدمه من ناحيتين، يعني لما بتلون من ناحيه دي بقلبها على الناحيه التانية علشان تبقى متحمره من كل ناحيه. بصوا بقى المحشي الكرنب بعد ما حشيته بقى، بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ جميل جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. ما تنسوش يا جماعه اللايك، ومع السلامه.